تعالوا نعمل كده فتة بتنجان بتكات خطيرة وطريقة جديدة. يلا بينا نقول بسم الله. خطيرة خطيرة، بصوا الجمال، لذيذة جدا. انا جبت البتنجانية وغسلتها كويس وقطعتها مكعبات ورشيت عليها شوية ملح وسبتها في المصفى. كمان قطعت بطاطساية مكعبات، وطبعا الكمية بقى زي ما تحبوا. عيش شامي عندك او عيش ابيض، يعني اي عيش يكون ابيض كده، وهنقطعه مكعبات. وبصوا بقى التلاتة دول يا نحطهم في الفرن عليهم معلقتين زيت ونحمصهم في الفرن، يا اما نقليهم في الزيت، دي حاجه ترجع لكم انتوا. تمام، انا قليتهم في الزيت. جبت الطاسه بتاعتي فيها معلقتين زيت وبصلايه صغنونه مبشوره وفص توم مبشور او مدقوق يعني. بعد ما احمروا معايا نزلت بمعلقه كبيره صلصه وطماطميتين مبشورين. حلو الكلام، كلام جميل. قرن فلفل بقى قطعيه سبايسي او رومي اللي يعجبك. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه خطيره. زودتهم شويه ميه، وبعدين بقى شويه ملح شويه فلفل شويه بابريكا شويه كمون، ايه التوابل اللي تحبيها. لذيذه خطيره، يعني الناس بقى اللي هي ليها مزاج في الاكل. بعد ما تقلت معايا كده هحط البتنجان والبطاطس واخليهم يعني 5 دقايق كده على نار هاديه، يغلوا غلوه واحده بس كده وهطفي عليهم. يلا بينا نكمل الحاجه الخطيره. خطيره مش قادره اقول لكم ايه. جبت بقى كوبايه زبادي كبيره، عليها 3 معالق او معلقتين كبار مايونيز، شويه ملح شويه فلفل شويه بابريكا، وكمان فص توم مهروس او ممكن توم باودر زي ما انا عملت. اعصري بقى ليمونه وقلبي قلبي قلبي، ويلا بينا السرفيس بتاعك او الطبق بتاعك، وحطي بقى مكونات الفته الخطيره. لا مش قادره اقول لكم يعني مش قادره اتكلم، انا جعت، يعني جعت تاني. حطيناها في الطبق كده، وحطينا العيش الخطير بتاعنا، وبعدين الصوص الخطير اللي احنا عملناه. وهنحط بقى عليها ايه؟ شوية دبس رمان كده، الدلع كله بقى. يا سلام يا سلام، الله الله. شوية رمان، ما عندكيش هيبقى حمص. حلو قوي، رشة بقدونس خفيفة كده. وكلي بقى احلى فتة بتنجان ممكن تعمليها، خطيرة ولذيذة جدا. عايزاكم كلكم تجربوها، هتعجبكم جدا.